السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ورجعنا مع الوصفات السهلة والبسيطة واللي توجد ليه واليوم درت لكم زوج وصفات في فيديو واحد. راح ندير لكم هاد الكسرة اللي راح تكون بزاف بنينة، صدقوني الذوق تاعها تحفة ويوالم بزاف في الماكلة سورتو مع الجوازات، ولا مع اومليت كيما اللي درتها لكم اليوم، اومليت بالكورجات والبصل والبطاطا. الذوق تاعها بزاف بنين، توجد ليه وماشي كامل مكلفة. حاولت ندير لكم زوج وصفات في فيديو واحد مي درتهم بشكل منفصل. اللي تحب تشوف لومليت تبع لا فيديو من الاول، واللي حبت الكسرة برك تافونسي الدقيقة الرابعة وخمس ثواني راح تبدا به. نقولوا بسم الله. اول حاجة قلت راح نبدا بها هي لومليت. عندي هنا بصلة غير صغيرة، ولا ديروا نص بصلة تكون كبيرة. عندي هنا زوج حبات نتاع الكورجات وزوج حبات نتاع البطاطا. بيان سور بالنسبه للمقادير كل وحده تاخذ على حسب افراد العائله تاعها. انا هنا راني رايحه ندير هاد لا كونتيتي دير لي قيس 3 باغ يعني، وهذا يرجع لكم الليكم. قلت كل وحده تزود في الخضره تاعها على حسب افراد العائله نتاعها. اول حاجه درتها قطعت هذيك البطاطا اون بتي دي، نملحها وندي ديريكتومون نقليها. وندير بنفس الطريقه هذيك الكورجات راني رايحه نقطعها هي تاني هكذا اون بتي دي. الوصفة هذه بزاف سهلة وتسلك، يعني سورتو كي تكونوا حابين حاجة اللي توجد ليه وما تشدش الوقت، واكيد راح تكون بنينة. ونزيد البصلة هذيك تاني تيك نقطعها هي تاني دي مخصو يكونوا هكذا شوية كبار، يعني ما نرقوهاش وما نرابيوهاش هكذا باش يتعسل لنا كي نجو نطيبوه. في مقلاة درت هكذا قيس زوج مغارف ولا 3 مغارف كبار نتاع الزيت يكونوا معمرين مليح، ونحبط عليهم هذاك البصل، ونزيد معاه الكورجات اللي كنا قطعناها دي مورسو صغار، وندير عليهم التوابل. بالنسبه للتوابل راني رايحه نحتاج ملح وفلفل كحل، انا هذا واش ندير في هذه الوصفه وصدقوني تجي بزاف بنينه. درت شويه نتاع الملح ونزيد عليه شويه نتاع الفلفل الكحل، ونقليهم دركاتيك هكذا غير شويه لو طون برك لي يبدا هذاك البصل اللي يتعسل ويطلق في الماء ديالو، ومام الكورجات تطلق الماء ديالها. يعني البصل والكورجات في زوج فيهم نسبه تاع الماء لا باس بها. اون فوا دوك يبداو يسخنوا لي راهم رايحين يبداو يتعسلوا لي. الوغ واش راح ندير انا؟ نقص لهم كامل النار ونغطيهم ونخليهم يطيبوا في غردهم مره على مره، نروح نحركهم باش ما يلصقوليش ونتاكد بلي ما شدوليش من تحت، ونخليهم قلت حتى يطيبوا لي مليح وحتى يتعسلوا لي. وهاي ليك هنا رجعت لكم بعد مده، شوفوا كيفاش الخضره هذيك طابت، هذاك البصل كامل داب وتعسل كامل، ونتاكدوا بلي الكورجات نتاعنا هي تاني راهي طيبه. الطريقه تاعو شفتوها بزاف سهله. راني رايحه دركاتيك نزيد نحبط عليه هذيك الكميه نتاع البطاطا اللي كنت قليتها. يعني انا صراحه كي جيت نديرها لقيتهم كلاو لي نصها، مي قلت معليش البلا هذا تقدروا ما ديروه بلا بطاطا. انا بركي عندي الولاد صغار اللي نحب ندير فيه كميه نتاع البطاطا. وزدت هنايا زوج حبيبات نتاع البيض اللي كنت ضربتهم، درت فيهم شويه ملح وشويه فلفل الكحل حق البيض برك يعني ما نكثروا لهمش. ونزيد عليهم شويه نتاع لو فروماج غابي. وهنا مام لو فروماج غابي تقدروا تستغناو عليه، يعني تقدروا تكتفيو غير بالبيض هذاك، والوصفه هذه تجي بزاف بنينه. نعاود نغطي عليها دركاتيك ونخليها على نار قليله حتى يطيب لي هذاك البيض، وبيان سور هذاك لو فروماج يدوب لي كامل. هاوليك هنا لو بلا تاعنا راهو جاهز. وصفه ولا اسهل، يعني هي وصفه صيفيه ولا وصفه خفيفه تقدروا ديروها كفكره للفطور ولا العشاء كي تكونوا مزروبين ولا كي تكونوا حايرين واش ديروا. نروحوا دركاتيك للكسره نتاعنا. راح نعطي لكم مقادير نتاع زوج خبزات كسره، الحجم تاعهم يعني متوسط يعني تقريبا كبار. راح نكيل بهاد الغرفيه نتاع الشوربه. خديت هكذا زوج غرفيات، وعندي خميره الفوريه تاع الخبز، راني رايحه ناخذ مغرف كبيره تكون ممسوحه ما نديروهاش معمره بزاف. هاي ليك المغرف تاعنا راهي اغا. ونزيد مغرف تاني تيك نتاع السكر، هي تاني تيك تكون كبيره وممسوحه. وعندي نص مغرف صغيره نتاع الخميره الكيميائيه، هاي ليك. وعندي تاني تيك زوج مغارف نتاع الملح، زوج مغارف صغار يعني شاك بول تاع الشوربه هذاك نديروا له مغرف صغيره نتاع الملح هكذا. كل خبزه راح تجي فيها يعني حقها تاع الملح اكزاكت.
خلط هادوك النواشف ونزيد عليهم نص كاس نتاع الزيت ونبسس هكذا كلش بين يديا. ندخل مليح هذيك الزيت في هذاك السميد. الوصفه هذه صراحه كنت شاركتها معكم عندي تقريبا واحد العام وبزاف لي عجبتهم وجربوها. قلت علاش ما نعاودهاش معاكم على جال المشتركات اللي دخلوا جدد للقناه هكذا باش يشوفوها ويستفادوا هما تانيتيك. اون فوا بسستها مليح راني رايحه نبدا نجمعها دركاتيك بالماء. راهي رايحه تاخذ لكم بين كيله حتى الكيله غير ربع نتاع الماء. يرجع هذا على حسب النوعيه نتاع السميد. نبقى ندخل فيه هكذا بالعقل حتى تنجمع لي. ما نديروهاش برك طريه بزاف يعني ما نجروهاش بزاف وبيان سور ما نخلوهاش يابسه باش الكسره تاعنا ما تجيناش يابسه بزاف. نجمعها مليح غير بين يديا هكذا في الاول. هاي ليك شوفوا كيفاش راني ندخل فيها يعني المرحله الاولى تاعها بزاف سهله والكسره هذه يعني ما تشدش كامل الوقت في الخدمه تاعها وقلت توالم بزاف مع يعني كي ناكلوها مع تشكاتشك ولا مع لي اومليت وسورتو مع الجوازات. وصفه لي تجي بزاف بنينه يعني ماذا بيا اللي ما جربوهاش يجربوها ويقولوا لي رايهم. حطيتها هكذا فوق لو بلان دو طرافاي وشوفوا كيفاش راني ندير فيها. ما ندلكهاش مي بصح شغل نقطعها ولا كيما نقولوا نفريزيها العجينه نتاعي. شوفوا هكذايا راني نقطع ونعاود نرجعها نقطع ونعاود نرجع حتى تريماركيو بلي لاباط نتاعكم انجمعت لكم مليح وتليسات لكم يعني راهي رايحه ترطب لكم وتقدروا تشكلوها من بعداتيك كوريات كيما حبيتوا. طريقه تاعها ولا اسهل ما تاخذش كامل الوقت حكايتها دقيقه ولا دقيقتين وهي انجمعت لكم. هاي ليك هنا العجينه نتاعي شوفوا كيفاش تنجمع. قلت لكم ما ديروهاش بزاف متلوقه وما ديروهاش يابسه. دركاتيك نجمعها مليح وراني رايحه نقسمها على زوج كوريات يكونوا قد بعضاهم ونشكلهم هكذايا دي بولات يعني خبيزات صغار ونخليهم يخمروا لي على جنب. هاي ليك بالشكل هذايا ونخليها تخمر هكذا كيما راهي. فوالا نزيد نشكل الخبزات الثانيه كيف كيف ونغطيهم ونخليهم هكذا كيما راهم يخمروا لي في لو بلان دو طرافاي. ما يحتاج لا نحطهم على ان طوخشون ولا اي حاجه. هكذا برك نغطيهم ونخليهم مده بين يعني اقل شي ربع ساعه بين ربع ساعه حتى لنص ساعه على حسب الكليمه تاعكم كيفاش يكون حتى تشوفوهم تنفخوا وضعفوا الحجم نتاعهم. بعد ما جست انا صراحه رجعت لها بعد 20 دقيقه. شوفوا راح تريماركيو بلي تنفخت لكم ولاباط راح تلقاوها ولات خفيفه. نفتحهم دركاتيك بالوحده وشوفوا شحال سهله يعني تخلوها تخمر هكذاك خبيزه ومن بعداتيك غير تفتحوها تدوها ديريكتومون الطيب. هنا تحبوا تحلوها بالحلال ولا غير بيديكم يعني الطريقه اللي تساعدكم واللي تفضلوها نتوما. نحاولوا برك نديروا لها الشكل تاعها يكون دائري وبالنسبه للسمك تاعها ما ديروهاش بزاف رقيقه يعني ما نديروهاش رقيقه كيما الفطير ولا كيما الخساس من نخلوها شويه خشينه شويه وندي ديريكتومون نطيبها في الطاجين اللي كنت سخنته من قبل. نثقبها هي تانيتيك بهذه الطريقه هذه ونطيبها هنا على نار تكون متوسطه يعني نسخن الطاجين تاعي مليح ومن بعداتيك نقصلو شويه النار ونطيبها على نار تكون متوسطه. اون فوا طيب لي من الكوتي الاول نقلبها ونزيد نخليها طيب لي وتتحمر لي من الكوتي الثاني ومن بعداتيك راني رايحه نقدمها مع لو بلا نتاعنا. كملت هنا طيبت الخبزه الثانيه ونجي هنا نقسمها معاكم. هذه يعني راهي سخونه راني نساعف فيها غير بالعقل. دوك نحاول نوري لكم السمك تاعها كيفاش طيبتها. فوالا هاي ليك هنا الكسره تاعنا. شو هذه راهي سخونه جو بريفير نوري لكم من هديه هكذا باش ما نحرقش روحي. وهاي ليك هنا الكسره تاعنا تجي بزاف بنينه صدقوني اونتيغي غاطو يعني حتى مع قهوه حليب مع لي كونفيتور وتقدروا تاكلوها. وصفه لي سهله وتوجد يعني ليه وانا نقولها لك سراس لاكت الحاصلين وما نعجزش كامل عنيها يعني في اي وقت نقدر نحضرها ونقدر نقدمها مع لي بلان تاوعي. وهذه هي لوملات اللي كنا حضرناها بالكورجات. زوج وصفات لي بزاف بنان وشوفوا كي ناكلوهم هكذا يعني كسره مع اي اومليت هكذا خفيفه. صدقوني فكره تاع فطور ولا نتاع عشاء اللي توجد ليه وراح يكون الذوق تاعهم بزاف بنين. جربوهم على ضمانتي راني متاكده راح يعجبوكم. وصلنا لافان تاع لا فيديو حاولت نكون خفيفه عليكم.
ما بقى لي غير نقول لكم غير شاهدكم في الجنة، ما تنسونيش برك بالدعم تاعكم، جيم وبارطاج لا فيديو هكذا باش توصل لأكبر عدد من المشاهدين، واللي أول مرة يشوفوا القناة نقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلوكم دايما الوصفات. تهلاو في روحكم وتبقاو على خير.